في مجتمعاتنا الشرقية ويمكن بعض المجتمعات الغربية بنقيم الشخص بناء على حاجات كتيرة قوي، على تعليمه كان في مدرسة ايه ومتخرج من كلية ايه. ويا سلام بقى لو مدرسة أو كلية بيتكونوا من 3 حروف، وهل واخد لقب مهندس دكتور محاسب محامي، ويمتلك شقة ولا فيلا، ركب عربية نوعها ايه، بتلبس ماركات ولا بتلبس كوبي، بتروح تصيف فين. وبقينا كأشخاص بندور على الأشياء اللي بتدينا قيمة ونتباهى بيها وسط الناس. ده احنا بقينا كمان في خدمة ربنا بندور على خدمات تدينا شأن وقيمة ومركز، ويا سلام بقى لو خدمة رنانة وتتباهى وتقول بخدم مع فلان أو مسؤول الخدمة الفلانية. خليني أقولك إن كل ده ملوش لا قيمة ولا لازمة، كلها أمور وقتية وبتزول، ولو أخدت منها قيمتك النهاردة يمكن بكرة ما تلاقيهاش. ليه؟ لأن دوام الحال من المحال، ولو اديتك قيمة في عين الناس يمكن تكون برضو سبب إدانة ليك في عيون الناس، لكن مش هتديك القيمة قصاد أهم واحد في الكون وهو ربنا. احنا أخدنا قيمة وقامة بصلب وموت وقيامة المسيح، ودي قيمة عمرها ما بتزول. ده اتبنانا وخلانا ولاده، ده خلانا ملوك وكهنة، ملوك شركة معاه في ملكه الأبدي، وكهنة ندخل محضره بثقة ونقدم العبادة على حساب دمه. الله عمل مننا خليقة جديدة ليها هوية سماوية بنعمته، فلو كان الخارج بكل ما فيه بيفنى، فالداخل اللي بيدي القيمة الحقيقية قدام الخالق بيتجدد كل يوم. الكتاب المقدس بيقول عننا إننا عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. اعرف الأعمال الصالحة اللي أعدها ليك الله، اللي هتديك القيمة الحقيقية الأبدية. فكرة تفكر.